ومساكم الله بالخير جميعا يا اصدقائي. اليوم انا في لندن، هنا يوكي، هنا بريطانيا. طبعا هذه اول زياره لي لهذه المدينه. كنت احلم من الاحلام اللي كنت اتمنى ان تتحقق ان انا ازور لندن. فاليوم انا في لندن يا شباب. فبعد 6 سنين تعب وعذاب في حياتنا وغربه، وصلنا الى المكان الذي دائما كنا نطمح لشوفته. ان شاء الله حنغطي فلوق حلو نستمتع انا وياكم باذن الله الواحد الاحد، يومين هنا، بعدين نعود لكم الى امستردام جنة المحظورات. فخليكم معنا يا شباب، حنسوي لكم اشياء جميلة، حنتبعسس هنا، بندخل هنا، بنشوف ايش جوة هذه البلد، بنطلع البلاوي حقت هذه البلد كامل، الايجابيات مع السلبيات، ونعطيكم. اوكي ليتس جو. طبعا يا شباب بوريكم السفينة اللي جابوها من عدن. هذه السفينة ايام الاستعمار البريطاني في عدن، هذه السفينة كانت في عدن جابوها، الحين بنوريكم اياه. هذه بيني وبينهم ثار، ابى اشوف البريطانيين الليله ليلتهم البريطانيين، بيننا ثار من آلاف السنين، فلازم ناخذ بحقنا يا شباب، صح ولا لا؟ الثار ما يروح، تعرفون احنا عيال قبائل ولازم الثار ما فيه ولا يعطونا اخلاق مبادئ وضمير ونسامحهم. هذه موتى ماتت ناس، آلاف الناس عندنا، فهذا ما يصيرش يا شباب، صح ولا لا؟ فاذا لازم نشوف لهم حل. طبعا يا شباب هذه أقدم سفينة في بريطانيا. هذه السفينة كانت في عدن عندما كانوا البريطانيون مستعمرين جنوب اليمن. والمدافع هذه، شايفين المدافع دي؟ ها شوفوا المدافع دي كانت تضرب التواهي والمعلى وكريتر والشيخ عثمان، ولا خلت في بيت إلا ودقوها. وآخر جندي بريطاني هرب بدي السفينة إلى هنا، شايفين؟ جابوها من اليمن. لو كان عندنا الحين موجودة هذه في اليمن، الحين مخزنين فيها أوقات، وهنا حطوها متحف، وتدخل تدفع 27 باون دخلة، حق الدخلة، تخيلوا يا شباب. طبعا يا شباب هذا جسر، الحين قاعدين فوق الجسر المعلق هذا، ما بعرف شنو. وهنا البحر، يا سلام. هذه السفينة الحربية، هذه السفينة الحربية طبعا يا شباب. السفينة هذه لها آلاف السنين على ما أعتقد، مثل ما سمعنا من المرشد السياحي. وهنا إذا حاب تطلع تدفع فلوس عشان تطلع فوق. فهذا المكان تشوف فيه لندن. هذه هي لندن يا الربع. إن شاء الله حتستمتعوا معنا بتغطية جميلة جدا مع الأخ الطيب المرتاح. هو اللي استقبلنا، هو اللي المرشد السياحي تبعنا الليلة. هي هنا هذا الجسر، نحن فوق الجسر يا شباب، والسيارات كلها سكان يسار. بعادنا لا بستاجر سيارة وبروح أسوق، لكن للأسف يسار. أنا أول مرة أسوق سيارة يسار أكيد بسوي حادث. أنا عندي إحساس إن أنا بسوي حادث لو أسوق يسار، لأنه 20 سنة أسوق يمين، مرة واحدة تجي تسوق مرة كذا على اليسار صعب. يا أخي زحمة ما شاء الله، والأجواء جميلة جدا اليوم، يا الله يا شباب. ان شاء الله تستمتعون معنا يا شباب. يلا تعالوا. الواحد اللي انا مش متقبله في بريطانيا، ولا شفت واحد لحد الحين حلوه، ما في الا صندوقيه قانون هي، صندوقيه قبرنا هي، اني بوريلا اني نهي، ما في الا باكستان هنود. بيا معلوم نهي. والله العظيم ما في الا دول يا شباب، لحد الحين ما شفت حدا حلوه. والله يا زين هولندا، يا زين هولندا، شقر يا حبيبي، هنا ما في الا نفس بشرتي. هذا الجسر المعلق طبعا. الحين بناخذ واحدة زي كذا وناخذ لنا لفة على النهر ذا. ناس هنا عالم ماشية وتصورون، يا ساتر ايش اللي صاير يا شباب، كأنه بيخلص عليهم الوقت. طبعا زحمة، شايفين الزحمة كيف؟ المكان مرة جميل، حبيت. طبعا هنا يا شباب هذه برج الساعة المشهورة في لندن، شايفين؟ العالم كله تجي تصور هنا. طبعا احنا بالستريت هذا يا شباب، هذا الممشى مرة جميل جدا،
هنا عالم وناس حوريكم يا الله. شوفوا العالم والناس جنب القصر، شايفين؟ شوفوا على زحمة. زحمة مو طبيعية، والعالم كلها مبسوطة مستمتعة. شايفين؟ يا الله، الحمد لله نعمات الأمان يا شباب. هذا قصر وهذا يتصور مع خويته ويلعب يلا، وهذه تتصور هي ها شايفين؟ طبعا يا شباب هذا قصر الملك تشارلز الثالث. شايفين العالم كله تجي تتصور، وعالم وزحمة عليه بشكل مو طبيعي. شوفوا الناس هنا كيف. بالله عليكم يا شباب اعطونا إجابة مقنعة. الحين لو أنت في بلدك تقدر تتصور جنب وزارة الداخلية أو قصر الرئيس، القصر الجمهوري، أو هذه الأماكن الحساسة، ما تقدر، صح ولا لا؟ هنا العالم كله تقدر تتصور هنا ومستمتعين وبفلوس. إذا تبغى تدخل يدخلوك فلوس، بزنس بزنس. هذا نظام، هذا الشغل. يعني ليش؟ أمان، يعني الأمان موجود. لكن عندنا بيدخلوا يخربوا. لو دخل قصر الجمهوري هذا مطلوب من ذهب من ظهر الشعب.